بحث رسمي غير الحوار اللي عمله كان عضو وقتها إيهاب الكومي في قناة صدى البلد هاني يوم بالعقوبات رسميا اللي اتبلغ بيها الزمالك بوقف 4 مباريات للثلاثة و80,000 جنيه غرامة 20 على الكل بما فيهم جمهور الزمالك. دي العقوبات الرسمية اللي نزلت على نادي الزمالك واللي اعلنت رسميا. اتبعت بيها فاكس واتبعت بيها ايميل. يكتشف بعد كده لما بيدور الاساتذه في اتحاد الكوره وبيراجعوا قال لك ان هو الايميل كان على جيميل اللي هم كانوا شغالين بيه، ولما جه المجلس الحالي هاني ابو ريده قال لك نشتغل بطريقه احترافيه فنعم، واتبعت الايميل. لما راجعوا الايميلات القديمه فلقوا ان فعلا هذا الكلام حصل. انما هنا السؤال، الزمالك كان نازل عليه 80,000 جنيه، ازاي المفروض دوت يبقى في مستندات رسميه في اتحاد الكوره وفي الميزانيه بتاعته؟ ازاي حتى لو انت ما كنتش لاقي الايميل ال80,000 جنيه دولت ما سمعوش عندك او انت ما شفتهمش؟ لان دي اصول ودي ثوابت ودي داخله المفروض في ميزانيه الدوله، وما خفي كان اعظم، سواء بقى ضرائب، سواء شؤون لاعبين، سواء الترانسفير ماركت اللي بيحصل والفلوس اللي هي بتتاخد مقابل الانتقالات اللاعبين. فدي علامة استفهام كبيرة يسأل فيها بقى مجلس الإدارة، ويسأل كل من يتشدق إن الكرة موجهة للأهلي وأن الأهلي والدولة كلها بتحب الأهلي وبتحابي للأهلي. فين بقى الكلام دوت؟ ويطلع علينا بعد كده يلبس الجناحة ويلبس ثوب الملاك خالد الغندور بعد ما كانوا صويت وعويل في كل الميديا وهيجوا الجماهير بتاعتهم على السوشيال ميديا. خدوا 6 اكتوبر بما فيهم مجلس اداره واحنا هننسحب، وخدوا ارض اكتوبر وعايزين ياخدوا دونجا، خدوا فلوسنا، خدوا هدومنا، وهذا من هذا القبيل. اللي بيحصل دوت كوارث اداريه وخلل ومجاملات فجه. يعني لما يبقى عندك نادي عليه غرامات بعيد عن الفضيحه اللي عملها في الامارات، ازاي 80,000 جنيه دولت مش مسمعين في سجلات اتحاد الكوره؟ ودي علامه استفهام كبيره. ازاي مفيش تسليم وتسلم وانت ما شفتش الايميلات؟ ازاي الزمالك بقى يستلم الايميل رسمي على ويعترف اللي هو الاستاذ عمرو ابو العز ان هو كان الايميل الرسمي وقتها السنه اللي فاتت لمدير شؤون اللاعبين جاي للزمالك على الكابتن احمد ابراهيم، وان هو الزمالك استلمه، اعترفوا استلمه ووصل، ايوه وصل، والزمالك وادارته عارفين، طبعا عارفين، واعلنت رسمي كمان في الفضائيات. فيحصل كل دوت وبعدين نقول الزمالك ويا عيني وبيحاربوا الزمالك وبيعملوا في الزمالك، وخدوا ارض 6 اكتوبر اللي كل يوم بتكتشف مفاجآت على كلام ناس مسؤوله وعلى كلام ناس قريبه من الحدث، ان الزمالك بايع كان من الارض ديت وحدات لبنوك مالتي انترناشونال بتخش في حوالي 800 مليون جنيه. ال 800 مليون جنيه اللي خدهم الزمالك دولت اتصرفوا في ايه وبأنهي وجه حق ومخالفة للقانون؟ ولذلك سحبت ارض 6 اكتوبر لان الدولة ووزارة الاسكان مش هيهزروا. يبقى مين اللي بيتجامل ومين اللي بيلبس ثوب المظلومية؟ مشكلة الزمالك الرئيسية ان هو بيتهم دائما الحظ والقدر والجماهير واللاعبين والاداريين والدولة وعلي البحار، ولم يسأل نفسه يوم ايه المشكلة عندنا الادارية وايه الخلل الكبير اللي خلى الجاب بين الاهلي وبين الزمالك عشرات السنوات الضوئية. ده سؤال، وعلى جماهير الزمالك ان توجه سهام نقدها وان تصحح المسار، لانها جماهير بالملايين نحو ادارتها التي دائما وابدا فيها خلل وفيها قصور ادى ان الزمالك في ضياع ومهدد بالافلاس. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.